شوفوا معايا هذا الفيديو ومن بعد نرجعوا نعلقوا عليه ونربطه ببعض الأحداث اللي راهي موجودة عندنا. تفضلوا. Oh putain! Oh putain! Oh non! Oh non! Qui brûle! Putain! Le feu s'est déclaré dans un champ tout proche, sur la commune de Ponteves. Tous les pains qui tombent, frère! Non! Un peu plus loin, nous joignons cet habitant. Par SMS, il vient de recevoir l'ordre d'évacuer. Voilà, on commence à prendre 2-3 affaires, on ne sait jamais si on doit dormir dehors. Au même moment, La panique dans la commune de Cotignac. Dans ce domaine viticole, les flammes encerclent le terrain. Il faut évacuer. Ça a commencé par les bois, ça a sauté dans les vignes, des vignes ça arrive aux habitations. On a évacué, on essaie de sauver les meubles, mais c'est catastrophique. Des dizaines de personnes ont dû partir précipitamment, car le feu progresse vite, très vite, faisant craindre le pire. Et ça m'a stressé un petit peu, ça m'a de quitter ma maison, pour moi c'était terrible. Dans cette zone, tous les habitants ont reçu un message d'alerte de la part des autorités. راكم شفتوا هذا حريق واقع الآن في فرنسا بناء على واش رانا شفنا في الفيديو هذا اللي جاينا من قناة TF1 الفرنسية. إذا أنا حبيت أن نبدأ لكم أو ندخلوا من هذا المدخل، هو أنه الحرائق اللي راهي موجودة الآن في الغابات الجزائرية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون بردا وسلاما وتمر بردا وسلاما، وكما نقولوا دائما هذه شدة وتزول. المهم هذه الحرائق راهي مش موجودة فقط عندنا، راهي موجودة في كل بقاع العالم على حساب هذا الفيديو اللي حاطه يرافقني في الكلام تاعي. في كل قارات العالم الخمسة راهي منتشرة الحرائق. طبعا هذه الحرائق تفسيرها العلمي، وهناك سبب علمي واضح لنشوبها، هي ارتفاع درجة الحرارة اللي وصلت إلى مستويات قياسية، ورانا لاحظنا كل صيف تزيد درجة الحرارة، يعني كل عام راهي ترتفع درجة الحرارة لأسباب مناخية. كامل المنظمات البيئية والأمم المتحدة تكلموا على هذه الظاهرة والسبل من أجل الحد منها. طبعا لأهم سبيل فيها هو الحفاظ على البيئة والتقليل من نشاط المصانع والمعامل إلى غير ذلك. إذن السبب الرئيسي والأساسي هو العامل الطبيعي. إضافة إلى العامل الطبيعي هناك عوامل بشرية قد تؤدي إلى نشوب الحرائق. العوامل البشرية اللي تتمثل في الإهمال اللي نشوفوه في كثير من الحالات. بعض المواطنين يرمي مثلا البقايا